بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. في سؤال كده بالذات الرجالة، بيقولوا إيه هي الستات عايزة إيه؟ كأننا لغز بالنسبة لهم. هو طبعا إحنا عندنا بعض الاختلافات عنهم، عشان كده هم مش بيقدروا يفهموا ردود أفعالنا. بس علشان نجاوب على السؤال ده خلونا نعرف الإنسان في العموم عايز إيه. فعشان نعرف الإنسان عايز إيه فإحنا بنقول احتياجات الإنسان. الاحتياجات معروفة في هرم ماسلو. طيب هرم ماسلو بيقول إن الاحتياج الأساسي لأي بشر إنه الاحتياجات الفسيولوجية، أو بنسميها البقاء على الحياة، إن احنا نبقى يعني الأكل والشرب والجنس، إنه نفضل عايشين. طيب بعديه بيبقى الاحتياج إلى الأمان، أمان بقى صحي، أمان نفسي، احتياج إني أحس إن أنا آمنة، عندي بيت، عندي الوطن، البلد اللي أنا عايشة فيها آمنة، في أمان غذائي، حتى إن أنا يعني عشان كده أحيانا تلاقي ناس كتير تشتري أكل في البيت، ده بيحسسها بأمان، تبقى ممتلكاتها حواليها كده، فده بيحسسها بأمان. فالاحتياج إلى الأمان. طيب بعد كده بيبقى فيه الاحتياج إلى العلاقات الاجتماعية، الحب والصداقة والعيلة والحاجات دي مهمة جدا للإنسان. بعديه الاحتياج إلى التقدير، تقدير من المجتمع اللي حواليا، من أصحابي برضو واللي بحبهم وأهلي والمجتمع. بعديه الأعلى اللي هو تحقيق الذات، دي أعلى احتياج، إنه أو يعني إيه، يعني في أعلى الهرم اللي هو مش كل الناس بتوصل لها، تحقيق الذات، إن أنا أحس إن أنا حد متميز، إن أنا أحس إن أنا بعمل حاجة لمجتمعي لها معنى، لها قيمة. ده الاحتياجات الأساسية لكل الناس. طيب الراجل عادة يعني الاحتياجات الفسيولوجية دي أساسية ما فيهاش أي كلام، بس الراجل عادة بيحب قوي وبيحتاج أكتر حاجة الاحتياج إلى التقدير. لذلك دايما نقول للست إيه، اديله برستيجه، اديله وضعه، حسسيه إن هو مميز. هو عايز يحس إن هو اللي حواليه بيقدروا المجهودات اللي هو بيعملها. طيب الست بقى عايزة إيه؟ الست أكتر حاجة بتحتاجها الإحساس بالأمان. والإحساس بالأمان ده بقى أكتر حاجة هي يعني بتاخده من راجل. يعني الراجل في حياة الست أساسي أمان، سند، دعم. ده دور الراجل في حياة الست. ده ببساطة اللي الست عايزاه منك، الأمان، السند. لأنه هي من وهي طفلة أبوها هو الأمان بالنسبة لها، الظهر. بعد شوية أو أبوها، ولو في أخ كمان نفس الشيء. لذلك ما ينفعش أبدا الأب أو الأخ يمد إيده على بنته، لأن هي كده هتفقد الإحساس بالأمان. طيب بعديهم بيجي الزوج، الشريك. فالشريك ده هو اللي هيديها الإحساس بالأمان. هو ده تحديدا اللي الست عايزاك أمان ليها. لو انت قدرت توصل لها ده هيبقى حياتك وحياتها سكر. معاكم سكرة التنمية البشرية هالة سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.